ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. اهلا بيكم في قناة مطبخ وافكار سونا. في فيديو النهاردة هنعمل مع بعض صلصة الطماطم المعلبة اللي بنشتريها في البرطمانات من المحلات بتاعة أكبر الشركات. هنعملها النهاردة في البيت بخطوات بسيطة وسهلة، هتخلي الصلصة تطلع معاكم بالمنظر التحفة اللي انتوا شايفينه ده، وكمان القوام مظبوط والطعم بالأمانة كده خطير، أحلى من بتاع المحلات اللي بنشتريها من بره. شايفين المنظر وشايفين القوام، وهقول لكم في الفيديو على كل الخطوات والتركات اللي تخلي الصلصة دي تعيش معاكم طول السنة برا التلاجة. يعني لو ما عندكش مكان في الفريزر ولا في التلاجة هتحفظيها برا وهتفضل معاكي بنفس النتيجة كأنك لسه شارياها. بالأمانة خطوات مهمة جدا، تابعوا الفيديو للآخر. يلا بينا كده نشوف هنعملها ازاي. معايا هنا الطماطم، طبعا الطماطم متوفرة اليومين دول وسعرها حلو جدا ورخيص. انا هنا هعمل كمية 10 كيلو. الطماطم كل ما كان لونها احمر في الوصفة دي بتبقى النتيجة افضل. تمام. غسلنا الطماطم كويس خالص، وبعد كده هنبتدي نقطع كل كمية الطماطم. انا معايا هنا حلة كبيرة شالت معايا كل الكمية 10 كيلو. بعد ما غسلنا الطماطم هنبدأ نشيل المنطقة اللي هي الخضراء اللي هي مكان الزرعة دي، العنق الأخضر بتاعها. وبعد كده هنقطع الطماطماية على 2 على 3 على 4، أي تقطيعة زي ما انت عايز. وممكن كمان تخليها صحيحة زي ما هي، بس انا حبيت اقطعها عشان تنجز معايا في الوقت. خلصت كل الكمية، الحلة شالت معايا ال10 كيلو كلهم. هضيف على 10 كيلو طماطم حبتين من البنجر، يعني لكل 5 كيلو من الطماطم حباية بنجر كبيرة. طيب البنجر ده انا كان متخزن عندي في الفريزر، عملناه مع بعض قبل كده وخزناه، عشان كده لونه ابيض لان هو لسه طالع من الفريزر. وكمان كان عندي كده كام حباية فلفل احمر برضو حطيتهم عليهم، يعني ما يعادل فلفلاية كده رومي حمراء لكل 5 كيلو من الطماطم. طيب أنا ما عنديش فلفل وما عنديش بنجر، عادي ممكن تستغنى عنهم وتستكفي بالطماطم بس. وده بس البنجر والفلفل بيعزز اللون وكمان بيعلوا القيمة الغذائية. لكن احنا ممكن نعزز اللون بالبابريكا، يعني احنا هنضيف بابريكا بعد شوية. نزلت كده البنجر والفلفل في وسط الطماطم. الطماطم كتير على الحلة، ما تقلقوش خالص، كل ده هيهبط على النار. هاخد الحلة كده زي ما هي ونروح بيها على البوتاجاز. النار في الأول بتكون عالية، بنغطي الحلة كده وبس عينك عليها، يعني كل 10 دقايق اديها تقليبة. أنا ما ضفتش مية خالص، لو انت خايفة ان هي تشيط منك ممكن تضيف عليها نص كوباية من المية، مج من المية. لكن هي طول ما انت ايدك فيها، يعني كل 10 دقايق كده تديها تقليبة، تطلعي اللي من تحت لفوق واللي من فوق لتحت لغاية ما المية كلها تنزل بتاعة الطماطم. مش محتاجة انك تضيفي فيها مية. النار كانت عالية في الأول لغاية الطماطم كلها كده ما غلت في بعض وبدأت تنزل المية بتاعتها. هنبتدي بقى نهدي النار أو نخلي النار كده وسط، ونغطي الحلة بوربة كده، نخلي فيها فتحة عشان البخار يطلع والطماطم المية اللي فيها تنشف معانا بكل سهولة وما تاخدش وقت. هي بتطول شوية على النار، لكن طبعا احنا عايزين نعمل منها حاجة مفيدة، فهسيبوها كده لغاية ما توصل للقوام ده. المية نشفت يدوبك كده، حاجات بسيطة عشان نقدر نفرم الطماطم. لو عندك هاند بلندر في الوقت ده هتفرم الطماطم طبعا وهي سخنة عادي. انا استنيت عليها لما بردت، وبعد كده هنبدأ نفرمها في الخلاط. هاخد كل كمية الطماطم دي اللي احنا عملناها مع بعض وهنبدأ نفرمها في الخلاط. هنكون محضرين حلة تانية نضيفة عليها مصفى، ويفضل المصفى تكون العيون بتاعتها ضيقة عشان تصفي معانا الطماطم من غير اي بذور ولا اي قشور. احنا مش عايزين بذور خالص، احنا عايزين نعمل معجون طماطم زي اللي بنشتريه من بره، فلازم نصفيها كويس بمصفى تكون اخرامها ضيق. صفينا كل الكمية، شايفين الطماطم بقيت بوريه معانا، القوام بتاعها تقيل كده. تمام، احنا ماشيين صح. هنبدأ بقى نضيف الاضافات بتاعتنا. احنا عايزين نحط مادة حافظة للصلصة بتاعتنا، فانا هضيف هنا معلقتين من السكر ومعلقتين من الملح ل10 كيلو من الطماطم، يعني لكل 5 كيلو من الطماطم معلقة ملح ومعلقة سكر. طيب الطماطم بتاعتك مالحة شوية، هتزود السكر لمعلقتين. الطماطم بتاعتك حلوة فهتخليها معلقة واحدة. تمام. هنا انا ضفت معلقة كبيرة مليانة من البابريكا على 10 كيلو. ليه؟ لان انا ضايفة بنجر وضايفة كمان فلفل احمر. لكن لو ما هتضيفي بنجر ولا فلفل احمر والطماطم بتاعتك لونها مش احمر، هتضيفي على ال5 كيلو معلقتين من البابريكا، يعني ال10 كيلو هياخدوا 4 معالق. بعد كده هناخد كل الكلام ده ونرجع بيه تاني على البوتاجاز.
النار بتكون عالية الاول لغاية الطماطم كده ما تغلي معايا، وطبعا برضو ايدي فيها ما نسيبهاش وما نغطيهاش في المرحلة دي لان هي بتفور، ولو غطيتيها هتفور وهتبوظ لك الدنيا. فانت خلي كده الغطا متشال لغاية ما تغلي وتطلع كل الفوران ده ويخلص الفوران بتاعها. خلاص كده هنبتدي نهدي النار، وبعد كده برضو نغطي الحلة ونسيب فتحة عشان البخار يطلع والمية تنشف. وبرضو كده كل ربع ساعة اديها تقليبة، تسيبيها كده على نار هادية لغاية القوام ما يتقل خالص، يعني كده المية يعتبر اختفت من الطماطم. وشايفين لما غطيناها كل الطرطشة دي طلعت على الغطا، لكن لو انت طبعا سايباها من غير غطا هالطرطشة دي هتطلع وتبهدل الدنيا. ادي القوام بتاع الصلصة بتاعتنا، شايفين القوام عامل ازاي؟ تقل خالص ما فيهاش مية كده. لازم تنشف تماما من المية، ده اهم خطوة عشان الطماطم الصلصة بتاعتها تفضل معاكي طول السنة من غير ما تبوظ. شايفين هنا القوام لما بنعمل حفرة كده في الخليط بتاعنا ما بتلمش تاني على بعض ولا تسيح في بعض، بتفضل الحفرة زي ما هي كده، يبقى القوام مظبوط. انا هسيب برضو هنا الصلصة على النار شغالة وبتكون هادية لغاية ما نحضر البرطمانات. البرطمانات بتاعتنا لازم تكون جزاز لان انا هنا هستعمل الصلصة ساخنة، لكن لو انت هتبرديها وتحطيها في الفريزر مش هيفرق بقى بلاستيك او جزاز براحتكم. بس انا هنا هنعملها صلصة برطمانات معلبة زي اللي بنشتريها من بره، يبقى البرطمانات جزاز غاسلينهم كويس خالص ومنشفينهم، غليناهم في مية على النار كده وفيها معلقتين خل، وبعد كده نشفناهم. انا عشان اتاكد ان هم نشفوا كويس خالص علشان ما يحصلش بوظان للصلصة، هاخدهم كده على الصينية هم مفتحين بالغطيان بتاعتهم وهدخلهم الفرن. الفرن شغال ساخن، هسيبهم كده جوه الفرن حوالي كده ربع ساعة او تلت ساعة كده، هنطمن ان هم نشفوا تماما وتعقموا كويس جدا. بعد كده هنا الصلصة بتاعتنا اهي على النار، برضو انا لسه ما طفيتش، هطفي عند التعبية على طول، يعني اول ما اعبي البرطمانات هطفي على الصلصة بحيث تكون ساخنة، والبرطمانات اول ما تطلع من الفرن كمان وهي ساخنة، والمعلقة بتاعتي تكون نظيفة وناشفة تماما ما فيهاش ولا نقطة مية. ده اهم الخطوات اللي هتحفظ الصلصة معاكي سنة كاملة برا التلاجة في امان. هنا بقى هنبتدي نعبي البرطمانات بتاعتنا، البرطمان ساخن الصلصة كمان ساخنة، هنمسكه كده بفوطة يعني ندب كده على البرطمان شوية عشان ما يبقاش فيه فراغات، وبعد كده هنغطي البرطمان ونقفله كويس خالص. ده اهم خطوة انكم تقفلوه كويس خالص عشان ما يبقاش فيه تهوية. هنا كمان اهو البرطمان ساخن، الصلصة اهي على النار ساخنة، انا طفيتها بس عشان بتفضفض كده على الايد فانا طفيتها وبدأت اعبي على طول. شايفين الصلصة عاملة ازاي وشايفين القوام؟ بالامانة كده تحفة. الصلصة دي البرطمان ده كفيل انك تاخدي معلقتين 3 منه يعملوا لك طبخة كاملة في وقت لو انت ما عندكيش طماطم. وكمان لو انت ما عندكيش مكان في الفريزر وما عندكيش مكان في التلاجة، هاتي طماطم واعمليها بنفس الطريقة واحفظيها برا التلاجة طول السنة. قوامها خطير، طعمها تحفة، طعمها أحلى من اللي بنشتريها من بره بكتير، طبيعية صحية بدون مواد حافظة، حاجتنا كده موجودة معانا في البيت وعاملينها بإيدينا. هندب كده على البرطمان كده بالراحة بس، ولو في حاجة طلعت من بره هنمسحها بالمناديل. بعدوا عن المية تماما، اوعي نقطة مية تيجي عند البرطمانات. بعد كده هنقفل الغطا بتاع البرطمان كويس خالص، يعني خلي عندك كده عضلات وانت بتقفل البرطمان. حبيت اوريكم هنا قوام الصلصة كده عن قرب، شايفين؟ تعرفوها امتى ان هي كده تمام؟ اول كده ما تاخدي معلقة من الصلصة مفيش كده مسحتش، لا فضلت على قوامها، مفيش مية كده من على الجناب، القوام بوريه كريمي حلو جدا، معجون طماطم تمام التمام. انا هنا خلصت كل البرطمانات، وادي الحلة كمان بتاعتي انا حبيت اوريها لكم. طول ما انت ماشية صح ايدك فيها بتقلبي فيها كل ربع ساعة مش هتشيط منك ولا هتشيل منك، يعني هتفضل معاكي الصلصة بنفس الطريقة وطعمها هيبقى حلو جدا. شوفوا ال10 كيلو عملوا معايا كام برطمان، شوفوا انتوا لو هتشتروا البرطمان من بره هيتكلف معاكم كام. طيب بصوا هنا لما بندوس على البرطمان بنسمع صوت كده، صوت تكة. صوت التكة ده معناها كده ان البرطمان لسه فيه هوا واحنا عايزين نحفظه بحيث نقفل كبسولة الامان اللي في البرطمان. ففي حركة دلوقتي هنعملها مع بعض نشوف هنعملها ازاي. هنا البرطمانات كلها اهي بتطلع صوت، سامعين كده؟ البرطمانات لو فضلت على الوضع ده لازم تشيليها في التلاجة عشان نعمل لها او نقفل كبسولة الامان بتاعة الغطيان بحيث الغطا يتقفل كويس خالص وما يدخلش هوا ونطلع كل الهوا من البرطمان. هبدأ اخد البرطمانات بتاعتي واحطها كده في الصينية
وبعد كده هنكون مشغلين الفرن وساخن معانا، وهندخل الصينية بتاعتنا بالبرطمانات. ما تخافوش، البرطمانات مش هتفرجع ولا هيحصل لها اي حاجة، لكن هي كده طول ما هو شغال في الفرن هتسمع كده تكة. التكة دي معناها ان الغطا بيقفل كويس. طيب انا مش هعمل حركة الفرن دي، هقولك على طريقة تاني سهلة. هتجيب الحلة فيها مية، المية دي باردة من الحنفية، حطيت فيها فوطة. طب انا ليه حطيت فوطة؟ عشان لما احط البرطمانات متخبطش كده ببعض لما النار تشتغل. رصينا البرطمانات كده في المية، المية بتكون يا دوبك كده محصلة نص البرطمان. بعد ما حطيت البرطمانات هشغل النار. بعد ما النار والمية تغلي هسيب البرطمانات في المية حوالي كده ربع ساعة، برضو هي كده على النار هتسمع التكة بتاعت قفل الغطا اللي هي كبسولة الأمان اتقفلت معانا. طالما سمعت انت الصوت ده كده كده يبقى البرطمان اتقفل وكل الهواء اللي فيه طلع، وبرطمانك في الأمان. طول ما هو مقفول سليم هيعيش معاكي فترة طويلة. أنا استسهلت الموضوع الصراحة وحطيتهم كلهم في الفرن، ما عملتش الخطوة دي، فسواء دي أو دي الاتنين أحلى من بعض. دي الصلصة اللي بردت معايا، حبيت اوريها لكم. لو انتم مش هتحفظوها في الفريزر بره التلاجة، مش هتخلوها يعني بره وحابين تحفظوها في الفريزر، هتستنوا عليها لما تبرد تماما، وبعد كده تعبوها في اكياس، تعبوها في برطمانات، كمان تعبوا على كد الاكل في علب صغيرة، يعني اللي يريحكم. شايفين القوام وشايفين اللون؟ بالامانة كده تحفة. وممكن كمان تعبوها في قوالب من التلج بالشكل ده، بس بعد ما تبرد طبعا. هتعبوها بالشكل ده في قوالب التلج وهتشيلوها في الفريزر لغاية ما تتجمد، وبعد كده في علبة كبيرة هتفضوا المكعبات دي في العلبة، وهتاخدوا منها على حسب طلبكم لو انتوا عندكم مكان في الفريزر. بعد ما عبينا كل القالب هنخبط عليه كده عشان نظبطه، وبعد كده هنشيله في الفريزر لغايه ما يتجمد. بس طبعا انا عشان اوفر مكان في الفريزر فعملت موضوع البرطمانات والصلصه تكون بره ومعلبه. طيب هنا البرطمانات طلعت معايا من الفرن، سبتها لغايه ما اخدت سخونه الفرن وبردت تماما، يعني بتبرد خالص كده جوه الفرن، وطلعتها. الكلام ده معاكم كده كان تاني يوم. في الاول البرطمان كان بيكون عالي كده من النص وبندوس عليه بيعمل تكة، هنا مفيش تكة. شايفين البرطمانات اتقفلت معايا خالص وهبطت كمان كده لتحت، معناها ان الهواء طلع من البرطمان. شايفين كل البرطمانات سليمة. طيب لو انا ما عنديش البرطمان ما اتقفلش معايا عادي، مش معنى كده انه باظ، لا، بس هنشيله في الفريزر مش هنشيله بره التلاجة. لكن طالما هو كده مقفول ينفع انك تشيليه في التلاجة من تحت، يقعد معاكي سنة كاملة لو انت خايفة ان هو يبوظ منك بره. وينفع كمان تخليه بره طول ما الجو بارد معاكي والجو حلو، واول ما الجو يبدأ كده الحرارة تشد معاكي تاخديهم من ضلف المطبخ وتحطيهم في التلاجة. انا الكمية خلصت معايا اهي، كمية ال10 كيلو عملوا معايا 8 برطمانات، دول 7 واللي حطيناهم في الفريزر في المكعبات يعني يملوا برطمان تاني، يعني البرطمان ما بيعديش ال10 جنيه. طيب تعالوا كده نفتح الغطا ونشوف تكة الأمان بتاعتنا، إن الغطا كان مقفول كويس ولا لأ. طبعا احنا قافلين كويس، فأنا حاولت أفتحه بإيدي ما اتفتحش. شايفين يعني بحاول مش راضي يتفتح. فطبعا هنجيب بقى السكينة أو المعلقة ونبتدي نفتح البرطمان. بصوا، سمعتوا الصوت؟ هو ده الصوت. كده الغطا اتفتح معانا والهواء دخل البرطمان، يعني كده البرطمان اتفتح. في الاول كان مقفول كويس، بس طالما اتفتح خلاص ما ينفعش نخليه بره. شايفين القوام بتاع الصلصة بتاعتنا؟ شايفين اللون؟ بالامانة خطيرة وريحتها تحفة، يعني كأنك كده البرطمان ده مش عاملاه في البيت، كأنك شارياه من بره. تعالوا كده ناخد، طبعا لما تيجي تاخدوا من الصلصة تاخدوا بمعلقة نظيفة، اهم حاجة ما يكونش فيها ولا نقطة مية. شايفين القوام؟ المعلقة دي عليها معلقة كمان كفيلة ان هي تعمل لك طبخة كاملة في وقت انت ما عندكيش طماطم او الطماطم غالي. طيب انت اخدت من البرطمان، حابة بقى تشيليه في التلاجة يعيش معاكي، هتقلبيه كده على وشه بالمنظر ده. وقت ما تاخدي منه هتعدليه، هتخبط عليه من فوق عشان ما يطرطش الدنيا، وبعد كده هتفتحيه وتاخدي اللي انت عايزاه. دي حركة تحفظ معاكي الصلصة فترة طويلة لغاية ما يخلص. ممكن كمان تحط عليه كده على الوش حوالي كده معلقة زيت بحيث تغطي
تغطي وش الصلصة بالشكل ده. وبرضو الحركة دي هتحفظ معاكي برطمان الصلصة لغاية ما يخلص من عندك. او ممكن كمان لو البرطمان كبير تفضيه في مكعبات التلج دي وتحطيه في الفريزر، وبعد كده تفضيه في علب. في برضو خطوة كمان انك ممكن بعد ما تحطي له الزيت تحط معاه كده فصين من التوم. بالامانة فصين التوم دول هيحفظوا لك البرطمان ده لغاية ما يخلص من عندك، مش هيصوف ولا يعمل عفن ولا كمان ريحته تغير. خطيرة الحركات دي بالامانة لو جربتوها. هنا قفلنا البرطمان اللي اتفتح طبعا ده هنخليه في التلاجة عادي، لكن باقي البرطمانات دي هنحفظها بره التلاجة. زي ما قلت لكم لازم يكون الجو عندك جيد التهوية عشان البرطمانات تعيش معاكي طول السنة سليمة زي ما هي. فانتي دلوقتي الشتا خليهم عادي في ضلفة المطبخ. اول ما الجو يبدأ الصيف يدخل علينا والجو يبقى حر حطيهم على الرف في التلاجة او في باب التلاجة عشان يفضلوا معاكي فترة طويلة. فيديو النهاردة احنا عملنا فيه الصلصة المعلبة، عملنا قبل كده مع بعض الصلصة العادية بنفس الخطوات بس ما سبناهاش لما تتقل. الفيديو موجود على القناة. الطماطم رخيصة، هتكملوا اللي انتوا عايزينها. الصيام داخل علينا وشهر رمضان، كل سنة وانتوا طيبين، وطول السنة بنستعملها ما بنستغناش عنها. وبس كده، ده كان فيديو النهاردة. يا رب الفيديو يكون عجبكم، واستنوني في وصفات جديدة وأفكار جديدة. أشوفكم على خير. باي باي.